العصب السابع، شلل في العصب السابع او جزء من شلل او اي زي ما يكون، مين اللي يعالجه؟ هل دكتور الانف والاذن ولا دكتور المخ والاعصاب؟ الحقيقه طبعا دكاتره المخ والاعصاب على راسنا من فوق، زمايلنا وحبايبنا، ولكن حضرتك تسال نفسك او تسال الدكتور اللي هتروح له. هو السؤال: يا دكتور انا عندي العصب السابع، لو في مشكله في العصب السابع حضرتك اللي هتعملي العمليه ولا نروح ولا دكتور تاني؟ لو قال لك لا ده انا اللي هعمل لك العمليه واصلح لك العصب السابع، بس قول امين انا معاك يا دكتور. انما اللي قال لك لا والله انا هعالجك ولو كان في مشكله هتروح لدكتور الانف والاذن، من الاول خالص تقول له شكرا، لا ده انا هروح للدكتور الانف والاذن من الاول بحيث هو اللي يعالجني، ولو العلاج ما جابش نتيجه يعمل لي عمليه. قيس على كده بقى كل حاجه. اللي يقول لك اللوز ما بتتشالش قبل 3 سنين، قول له هو حضرتك اللي هتشيل اللوز؟ هيقول لك لا ده دكتور الانف والاذن، قول له شكرا. اللوز ما بتتشالش عند 30 سنه 20 سنه لحسن لو عملت العمليه يحصل لك مشكله وتموت، قول له هو حضرتك اللي هتعمل لي العمليه؟ هيقول لك لا، قول له طب شكرا انا اروح للي هيعمل لي العمليه، اللي هو هيقدر يفيدني اعمل ولا لا، اللي هو هيتحمل نتيجه العمليه. قيسوا على كده بقى كل حاجه، عشان الحقيقه بنسمع كلام الحقيقه بيزعلني شخصيا ان لا ما تعملش عمليه اللوز قبل 2.5 سنين، طب 2.9 اشهر، طب 3 سنين، طب 5 سنين، اصل الضعيف، اصله طويل، اصله قصير، اصله المناعه، اصل الحساسيه، كلام كتير جدا، ولكن في الاخر يقول لك لا مش انا اللي هعملها. طب شكرا. طيب